السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هشرح معاكم مادة الدراسات الاجتماعية، المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد مع بعض الدرس الأول بعنوان أنماط سكان بلدنا. قبل ما نبدأ الشرح ياريت ما تنساش دعم القناة باللايك وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. أول حاجة لازم نعرفها أنماط السكان. أنماط السكان هي أنواع السكان. طبعا عندنا كم نوع للسكان؟ عندنا 3 أنواع. سكان الحضر وهم الأشخاص اللي بيعيشوا في المدن. 2 سكان الريف وهم الأشخاص اللي بيعيشوا في الريف وبيعملوا بالزراعة. سكان الصحاري وهم البدو اللي بيعيشوا في الصحراء وبيرعوا الإبل والأغنام. معنى التعداد السكاني: التعداد السكاني هو حصر شامل للسكان كل 10 سنوات لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. يعني ايه؟ يعني ان الدولة بتعد السكان اللي موجودين داخل مصر. الموضوع ده بيتم كل 10 سنوات. طب بتعدنا ليه كل 10 سنوات؟ عشان تحدد الخدمات اللي السكان بيحتاجوها في الحاضر والمستقبل. بتعرف مثلا عايزة كم مدرسة تتبنى، عايزة كم مستشفى. خدماتنا اللي احنا محتاجينها بيقدروها لنا عن طريق عد مين؟ السكان. طب لماذا تقوم الدولة بالتعداد السكاني؟ تقوم الدولة بالتعداد السكاني لتحديد الخدمات اللي بيحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. طيب الدولة عدتنا الأيام دي ولا من أيام الفراعنة؟ لا، عدتنا من زمان، من أيام الفراعنة. يبقى مصر من أقدم الدول اللي قامت بالتعداد السكاني من أيام الفراعنة، يعني من قبل الميلاد. واللي أمر بالتعداد السكاني الملك أمنحتب الثالث. يبقى المصريين القدماء هم أول من قاموا بالتعداد السكاني أيام الملك أمنحتب الثالث. بعد كده لما الدولة الإسلامية، في عصر الدولة الإسلامية، عملوا التعداد السكاني وكان مدته 6 أشهر. التعداد السكاني في مصر كان من زمان، من أيام الفراعنة، وكان أول تعداد حصل في مصر كان قبل الميلاد من أيام الفراعنة، وكان في عصر أمنحتب الثالث. أما آخر تعداد حصل في مصر كان عام 2017. 2017. طب لما هم يعدونا كل 10 سنين يبقى التعداد القادم هيكون سنة 2027. طب لما عدونا سنة 2017 كان عددنا قد ايه؟ كان عددنا 94,8,8 نسمة. يبقى 94,8 مليون نسمة، ده كان عدد السكان سنة 2017. طب من الهيئة أو الجهة المسؤولة عن التعداد السكاني؟ الجهة المسؤولة عن التعداد السكاني هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. خلي بالك من الاسم ده، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المسؤول عن التعداد السكاني. بيبعت كده الموظف، بيجي يخبط عليك وانت في البيت، بيطلب بقى بياناتك ويطلب اسمك
واسم بابا وماما واسم اخواتك كده. يبقى البيانات اللي بيطلبوها في الإحصاء أو في العداد السكاني بيكونوا 6 أنواع. عايزين النوع ذكر ولا أنثى، عايزين العمر يعني سنك قد إيه، هيكتبوا كمان محل الإقامة اللي هو عنوان السكن بتاعك، هيكتبوا مستوى التعليم يعني أنت في مدرسة إيه أو أخد شهادات إيه أو حاصل على تعليم إيه. هيطلبوا منك كمان الحالة الاجتماعية، أنت متزوج ولا أعزب ولا أرمل ولا مطلق ولا الحاجات اللي زي دي. هيطلبوا كمان منك الوضع الاقتصادي، يعني هيطلبوا منك انت وضعك الاقتصادي، يعني مدخراتك قد ايه، مرتبك قد ايه. أما التعداد السكاني في الوقت الحالي وصلنا ل100 مليون وعليهم كمان 2. ده العدد السكاني الحالي. إن شاء الله لما نوصل لعام 2027 هيشوفوا التعداد السكاني. طيب في حاجة كمان انت لازم تعرفها، حاجة اسمها الساعة السكانية. يعني ايه يا مس الساعة السكانية؟ الساعة السكانية ده ساعة بتتحط أعلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طب يا مس بيحطوها ليه؟ بيحطوها كده ليه على المبنى ده؟ لا، لها أهمية كبيرة، إن علشان أنت تقدر تشوف إحنا بنزيد قد إيه كل دقيقة أو كل ثانية. خلي بالك معايا كده ان الساعة الرقمية ديت موجودة على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء علشان تعد السكان كل دقيقة، كل دقيقة أو كل ثانية. ما هيش بتعد لك التعداد كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، هي بتعد لك كل ثانية ودقيقة. طب هي ليه بتعمل كده؟ علشان احنا كل يوم بيتولد عندنا مواليد كتير، يبقى بسبب ارتفاع عدد المواليد. يبقى لو جالك بما تفسر يتزايد عدد السكان في مصر وتظهر في الساعة السكانية، أقول بسبب ارتفاع عدد المواليد. احنا عندنا المواليد بتزيد كل ثانية. دي قناة غادة التعليمية، قرب يا ابني انت وهي. دي قناة غادة التعليمية، قرب يا ابني انت وهي. شوف أسلوبنا لما تزورنا، بنقدم لك أحلى هدية. تعالوا نتكلم على توزيع سكان مصر. توزيع سكان مصر بيختلف بين المحافظات. عندنا محافظات بيزيد سكانها عن 8 مليون واحنا بنسميها المحافظات المليونية، وهي المحافظات الكبرى اللي مليانة بالسكان المزدحمة زي القاهرة والجيزة. وعندنا محافظات بيقل سكانها عن 1,000,000 نسمة، ودي بنسميها المحافظات الأقل سكانا زي محافظة جنوب سيناء. يجي لك سؤال ويقول لك ليه القاهرة محافظة مليونية، أو ليه القاهرة هي من أعلى المحافظات سكانا في مصر؟ نقول له لأنها عاصمة مصر. وممكن نزود كمان ونقول ان يتركز فيها جميع الوزارات ويقام فيها الندوات والاحتفالات لانها العاصمة. طب يجي لك سؤال تاني ويقول لك بما تفسر محافظة جنوب سيناء من اقل محافظات مصر سكانا؟ لها اجابتين. اول واحدة ان سطح الارض في جنوب سيناء صعب جدا السير عليه، يبقى لصعوبة مظاهر سطحها. رقم 2 ان جنوب سيناء يندر فيها المياه، يعني هم بيشربوا على مياه الآبار والعيون، فما فيش حد بيحب يروح ويسيب القاهرة بكل احتفالاتها وبكل خدماتها وبكل وزاراتها وبكل الترفيه اللي فيها ويروح يعيش في جنوب سيناء ويبقى فيها السير عليها صعب والمشي عليها صعب وأسطحها وجبلها وكمان مفيش فيها مياه. تعالوا نتكلم على سكان الحضر. يعيش سكان الحضر في المدن زي القاهرة واسكندرية وبورسعيد والسويس، دي بنسميها محافظات حضرية لأن سكانها أكتر من 1,000,000 نسمة. وهناك بيشتغلوا بيشتغلوا في الصناعة وفي التجارة وفي السياحة وفي الخدمات زي الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. نسبة الحضر قد نسبة الحضر 42.4%، وهي نسبة
أقل من نسبة الريف، يعني الريف أكتر. طيب سكان الحضر من مميزاتهم إن ما عندهمش أمية، الأمية عندهم منخفضة. يجي يقول لك بما تفسر سكان الحضر يقل فيها الأمية أو تختفي فيها الأمية خالص. نقول له إجابتين: واحد، سبب انتشار المؤسسات التعليمية، بسبب انتشار المؤسسات التعليمية. 2، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة، لأن في الحضر موجود مدارس ومعاهد وكليات كتير، وكمان في الحضر مستوى المعيشة مرتفع. المشكلات اللي بتواجه سكان الحضر هي مشكلة هجرة السكان من الريف إلى المدن. الناس الأرياف بيسيبوا أرضهم وبلدهم وبيسافروا للمحافظات الحضرية أو للمدن. فلما عملوا كده أدى لحاجتين، يعني في نتائج ترتبت على هجرة السكان من الريف للمدن. أدى إلى انتشار العشوائيات، الناس بقت تسافر من الريف يروح المدن ما يلقوش أماكن يناموا فيها، فكانوا بيقعدوا يعملوا خيم كده وبيوت كده من الصفيح، ويعملوها كده في أراضي فاضية بعيدة عن الزحمة والكلام من ده. فعملوا حاجة اسمها العشوائيات، اللي هي البناء على أرض مش ملكهم، بيبنوا على أرض الحكومة، بيعملوا خيم كده وبيعملوا بيوت كده زي العشش. فضلت تكتر 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 لغاية ما عملت زي مكان مليان كده وسمناه العشوائيات. وكمان أدى لانتشار وزيادة الضغط على الخدمات. طب الدولة عملت ايه عشان تحل المشكلات اللي واجهت سكان الحضر؟ قامت الدولة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير العشوائيات. تعالوا نتكلم على سكان الريف. سكان الريف اللي هم الفلاحين اللي بيعيشوا في القرى وبيعملون بالزراعة وتربية الحيوانات، نسبتهم أعلى من نسبة الحضر، نسبتهم 57.6، وطبعا ده تبع التعداد اللي تعد في سنة 2017. أما الأمية في الريف مرتفعة جدا. طب ليه مرتفعة جدا؟ الأمية مرتفعة جدا ليه؟ علشان الفلاحين ما بيودوش أولادهم المدارس، دايما بيخلوهم يشتغلوا فين ويساعدوهم في الزراعة. ايه هي المشكلات اللي بتقابل سكان الريف؟ مشكلة حجم الأسرة كبير، يعني الأرياف كل أسرة تلاقي عدد السكان فيها كبير جدا، بيخلفوا كتير جدا. طب نقول له ليه بقى حجم الأسرة كبير؟ نقول له بسبب كثرة الإنجاب، بيخلفوا كتير، والزواج المبكر. طيب بالنسبة كمان المشكلات اللي بتواجه سكان الريف إن عندهم الدخل ومستوى المعيشة منخفض. ليه بقى؟ ليه عندهم الفلوس منخفضة والدخل بتاعهم منخفض؟ بسبب قلة الخدمات وقلة فرص العمل. الشباب في الأرياف مش بتشتغل والخدمات هناك قليلة. طب الدولة تعمل لهم ايه عشان تحل المشكلات دي؟ قامت بتوعية الشباب بتنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب في مبادرة اسمها مبادرة حياة كريمة، المشروع القومي لتطوير الريف المصري. مبادرة حياة كريمة ديت مشروع قومي لتطوير الريف المصري، هتبدأ مدتها من 2014 لغاية 2030. طب أهداف المشروع القومي ده ايه؟ تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى عدة حاجات. هيحسن مستوى التعليم، هيحسن مستوى الصحة، هيحسن مستوى الطرق اللي هي بنمشي عليها بالمواصلات، هيحسن مستوى الصرف الصحي، هيحسن مستوى الدخل اللي هو الفلوس، وهيحسن مستوى المعيشة لكل أهل سكان الريف. نتكلم عن سكان الصحاري اللي هم البدو، رعاة الأغنام، بيرعوا الأغنام. بيعيشوا فين يا شطار؟ بيعيشوا في الصحراء. بيعملون في في الرعي. نسبتهم ضئيلة جدا، ضئيلة جدا. الدولة عملت عشان تحل لهم مشكلات؟ تعمل على استقرارهم وتحسين مستواهم في المعيشة من خلال عملت لهم المساكن، بنت لهم مساكن، ووفرت لهم فرص عمل في الزراعة وفي التعدين. ما النتائج اللي ترتبت على تنوع سكان مصر؟ أو ممكن تجيلك بشكل تاني، ما مزايا التنوع في أنماط السكان في مصر؟ أقول له أدى إلى تحقيق التكامل بين السكان والتنمية وتبادل المنتجات.
اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. وبكده أكون نهيت معاكم الشرح. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا لا لا